الله وبركاته. انا هدى من قناه هوايتي اصل الطبخ. اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده بقى بعد ما ستفت الصينيه الجميله دي قلت لازم اعرضها عليكم. عباره عن ايه؟ عباره عن هي فته فته السوري العاديه اللي هو بالرز الاصفر ده، وكمان عملت لها الشاورما بالفلفل الالوان، وكمان حطينا اللي هو ايه العيش المحمص بتاعها. طيب وكمان انا ضفت النهارده ايه بقى للصينيه الوليمه الجميله دي. طبعا ده عشان تجمع العائلات، فعملناها صينيه واحده كلها. اختصري واعملي صينيه واحده. طبعا كمان عملنا معاها فراخ محمره اهي غير الفته السوري. كمان في مكرونه اهي، على اساس ان الاطفال لو ما حدش بيحب الرز الاصفر دوت ممكن ياكل مكرونه برضو، والكبار حسب احتياجكم. كمان يا حبايبي كان في برتقان اللي احنا كنا مفرزينه قبل كده، انا كرملته على النار مع السمن والسكر، وكرملته على النار وحطيته ابار كده جنبيهم على اساس يدي شكل جمالي ويدي طعم حلو برضو اللي بيحب ايه البرتقان. طريقه جميله قوي وسهله. وكمان عملنا الصوص المميز اللي هو عباره عن ايه اهو. ادي الصوص اهو، عباره عن ايه؟ عباره عن زبادي وطحينه ومايونيز. زبادي وطحينه ومايونيز. طريقه جميله هيحبها الاطفال والكبار. كل واحد هيحط طبق بقى جنبه وياكل زي ما هو عايز. وهخلي الصوص بقى ابار كده جنبه اهو زي ما انتم شايفين، هخليه جنبه اللي يحب بقى ياكل. كمان عملت جنبه، عملت شوربه وعملت ملوخيه والسلطه. طبعا انا بس النهارده حابه اقول لكم يعني ايه الوليمه بتاعتنا جميله دي بتاعت يوم الجمعه بتاعت لمه العائلات. وادي العيش المحمص الجميل اهو، عيش السوري الجميل ده. انا صراحه ما حمرتوش في الفرن، هو في الفرن طبعا يعني بيبقى صحي اكتر لاني برش بسيط من الزيت، لكن انا حمرته لاني لقيت ان الطعم بيبقى اكتر في قلب في الزيت، بيتحمر في الزيت يعني بيبقى طعمه جميل قوي. العيش ده اللي هو العيش الابيض، ممكن تجيب العيش اللبناني الابيض او في عيش سوري او العيش عادي بتاعك بتاع التموين اللي هو الابيض، ان انت بتقصقصيه برده كده وبتعمليه. الفراخ دي كانت مشويه في قلب الفرن. الاول سلقتها وبعدين شويتها في الفرن وحطيت لها برده الصوص بتاعها اللي هو برده الطماطم والليمون والصلصه وملح وفلفل، ودهنتها بيها ودخلتها الفرن. ومعلقه من اللون الغامق ده، معلقه من العسل الاسود، بيديها طعم جميل، طعم تعسير. الرز ده الاصفر ده البسمتي مفيش اختلاف عليه، معمول بطريقه جميله جدا. يعني بصوا انا اهو رز بص مفلفل وجميل ازاي. التركه بتاعتي بقى اللي هو ايه، اللي هو انا عملت الرز دوت لازم بعد ما بخلصه بفحت في النص كده وبعمل له فحمايه. طبعا بتقلب الرز ناحيه مشويات خالص. عملت كده في نفس الفراخ. وكمان الشاورما بعد ما بخلصها بروح عامله لها برضو اللي هو الفحم وكده. طبعا طريقه جميله ان شاء الله، وربنا يسعدكم وكل جمعه وانتم طيبين. بشكركم. بقول لكم بتفضلوا بقى معانا وابقوا اتفرجوا بقى وخشوا وشوفوه كده ان شاء الله كافكار بنعملها كده وبنعرف بعضينا. وبشكركم حبايبي، مع الف سلامه.